هلو يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متنسيش لو انت اول مره تيجي القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس واعملي لايك للفيديو ده، ويلا بينا نبدا. اول حاجه هبدا معاكم باللي انا بستخدمه، اللي هو لو انتوا متابعيني هتكونوا شفتوه، حطوا يعني على طول في الفيديوهات وكده. حطوا دلوقتي معاكم سريعا كده ونقول راينا سريعا برده فيه علشان نقارنه مع التاني. بصوا الجو حر جدا فسايح قوي. هدمجه بسرعه دلوقتي. هو درجته فاتحه عليا درجه، بس مشكله كريمات بي بي، وده العيب اللي انا هبدا لكم بيه الفيديو، ان هما ما بيبقوش عاملين درجات غامقه بما فيه الكفايه. لو انت مثلا عايزه تحطي فاونديشن او كريم بي بي لونه بيج، او لو انت سمره شويه او كده، يعني ده تقريبا كان اغمق حاجه اللي هو رقم 102. بصوا ده الرقم بتاعه 102. لايت قوي قوي. هحط حبه بس بسيطه تاني، وهحط هنا عشان ما كنتش حطيت هنا. خفيف قوي قوي قوي، وبيحسسك ان انتي كانك مش حاطه حاجه، طبيعي قوي قوي. والناس اللي ما بتحبش ان هي تحس ان هي حاطه حاجه على وشها، عارفين انتوا الجو ده، تستخدمه هيعجبها قوي. انتي ما تحسيش ان انتي حاطه حاجه خالص خالص. خلاص يعتبر حطينا في النص ده الجزء ده اللي هو البيبي، اللي هو الاسود بتاع مايت سينما. اقول لكم بس هو قد ايه. طبعا مايت سينما يا جماعه ميد ان ايجيبت، ولا مقاطعه ولا الكلام ده. احلى حاجه عندنا الميك اب بتاعنا اللي احنا بنحطه يا جماعه، مش هنفكر في حاجه. 45 مللي. تمام. هحط بقى معاكم دلوقتي البيبي اللي هو الابيض ده. فين الدرجه؟ الدرجه بتاعته اهي 103. ده 102، ده 103. اعتقد ده برضو كان اغمق حاجه من ده، ما كانش فيه اغمق منه. وده 35 جرام، فده اصغر من الاسود. يعني كحجم ده هو باين اصلا من حجمهم ان ده اصغر. وعايزه اقول لكم ان انا ده اول مره هجربه معاكم. انا جربته كده بسيط قوي على ايدي، فمش عارفه بقى هحط كده معاكم عشوائي كده وهشوف ايه اللي هيحصل. عايزه اقول لكم ان هو مكتوب عليه ان هو فول كفرج، وان هو بيدي ناتشورال، يعني شكل ناتشورال، ان انتوا تحسوا ان انتوا كأن شكلكم طبيعي يعني. فهنشوف ده صحيح ولا لا، وانا همسكه بايديا عشان ما تتلخبطوش وتبقوا عارفين احنا حاطين ايه دلوقتي. حاسه ان هما تقريبا نفس الدرجه، مع ان ده درجه وده درجه. قولوا لي رايكم ايه يعني وانتوا شايفين كده. بس انا شايفه ان هما اولا مفيش فرق في الدرجات خالص. انا حاسه ان انا حاطه نفس الفاونديشن او نفس البي بي، مش حاسه ان في فرق. خليني بقى اقول لكم رايي في الاثنين ايه دلوقتي. انا حاسه ان الابيض ده مات شويه. تحسوا ان هو عايز بشره جافه شويه، يعني لو انت بشرتك جافه او عاديه حاسه ان ده هيليق معاكي اكتر. لو بشرتك اويلي او دهنيه هيليق معاكي ده اكتر. ده في حته كده مات، هي مش قويه قوي، الفرق مش كبير قوي بينهم، بس ده مات اكتر من ده. فانا دلوقتي انا ثبت بلوز باودر لو خدتوا بالكم، علشان اشوف شكله بعد ما نيجي نحط ميك اب ونثبت بقى بلوز باودر وكده. لما انا كنت بجربهم على ايدي هما الاثنين، ده بتحسوا ان هو بيج شويه كده على الايد، ده لونه فاتح شويه على الايد. لكن لما حطيتهم على بشرتي لا، انا مش حاسه ان في فرق. حاسه ان انتوا لو خدتوا بالكم هو نفس اللون. التغطيه بتاعتهم تقريبا واحده. ثبتهم بلوز باودر زي ما قلت لكم، وهحط ميك اب معاكم دلوقتي. خلوني اجيب الميك اب. ممكن نحط بلاش، كونتور، روج كده. فاستنوا هجيب الحاجه. بصوا انا هعمل بالبلاش دي بتاعت بريتي وومن، هعمل بيها زي كونتورنج وفي نفس الوقت بلاشر. درجتها 07. بصوا هوريكم درجتها عامله ازاي. بصوا درجتها، فتحسوا ان هي تنفع الاتنين، يعني فاهمين قصدي. فهاخد كده بالفرشه دي كده، وهعمل من هنا كده كاني بعمل بلاش وكونتور في نفس الوقت. بصوا هي بيجمنت جدا جدا، فانا هحاول ادمجها كده كويس. حاسه ان انا حطيت كتير قوي، هحاول ان انا ادمجها. ودلوقتي هعمل، انا خلاص دمجت البلاشر، وهعمل
زي ايلاينر مموه كده شويه. هاخد اي لون بني، هنقول مثلا الدرجه دي، وهعمل كده. ودلوقتي هحط معاكم الهايلايتر بتاع ويت اند وايلد. حاسه ان هو مش في مكانه، بس بقالي كتير ما حطيتوش معاكم، فقلت احط معاكم كده. بصوا، فظيع فظيع والله العظيم، تحفه. عايزه اقول لكم ان حاجات ويت اند وايلد ما بتبقاش موجوده دايما، مش عارفه ليه. وبالذات الهايلايتر ده يعني غالبا هو ما بقاش موجود دلوقتي، يعني اولا ما سالت عليه كذا مره ما كانش موجود. اخر خطوه بقى هحط معاكم الروج ده، انا لسه جايباه جديد، ف هقول لكم درجته 68 بتاع بريت هومن. هحطه دلوقتي ونشوف هيليق على انا عاملاه ده ولا لا. خليني اجربه ونشوف. بصوا انا خلاص خلصت الميك اب دلوقتي، حطيت اخر حاجه الروج اللي انا قلت لكم عليه. بصوا يا جماعه، تحفه تحفه من هنا لبكره. ناعم جدا، طري جدا، الدرجه بتاعته حاساها تليق على اي ميك اب كده وده انا عملته كده بطبقه واحده، بس انا عشان كنت بصور ريل وبصور فيديو تاني علشان كده اضطريت ان انا اصوره لوحده. بس حلو جدا جدا والله العظيم. هو كان موجود في الستور بتاعي، بس للاسف الدرجه خلصانه، اللي هي الدرجه دي خلصانه من عندي. لقيتوه حلو قوي، يعني هو ناعم جدا جدا. هقولكم عشان لو هتاخدوه سكرين شوت. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو انتي بتتفرجي عليا من غير ما تشتركي في القناه، اشتركي علشان نزود عدد المشتركين. وقولي لي رايك في الميك اب اللي انا حطيته. هتشتري انهي كريم بيبي فيهم، الاسود ولا الابيض؟ شايفه انهي احلى منهم، احلى واحد فيهم يعني. وقولي لي رايك برده في الروج ده. واشوفكم في الفيديو الجاي على خير. متنسوش تفعلوا الجرس عشان اول ما انزل فيديو يظهر لكم على طول. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. باي باي.